رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وبنعلنها رسميا ميكينج ورمضان يجمعنا بيفتحوا السيرك رامز لا يمكن ايقافه. حلقة النهاردة هتكون مختلفة جدا عن الحلقات اللي قبل كده، لان خلاص رمضان على الابواب، وقررنا ان احنا نبدأ بحرق التفاصيل والتسريبات الرسمية لبرنامج رامز جلال الجديد ومعلومات جديدة لأول مرة هتسمعها. تابع الفيديو لحد النهاية عشان تستفاد، وانزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات عشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك لحد عندك. وعايزين نوصل الفيديو ده لأكتر من 1000 لايك في يوم واحد علشان نكمل في التسريبات. وصل على سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. رمضان أهلا هنبتدي التفاصيل الخاصة ببرنامج رامز جلال بأول حاجة معانا في حلقة النهاردة، واللي مؤكدة بنسبة 100% مكان تصوير البرنامج، واللي فعليا البرنامج بتصور في دولة السعودية وبالتحديد في مدينة العلا. والعلا دي صحراء كبيرة جدا، واللي قدامك دلوقتي دي صور العلا. والعلا مكان سياحي بيجي فيه الأجانب من كل بلاد العالم، ورامز جلال هيصور بالتحديد في المنطقة دي اللي قدامك دلوقتي. والمعلومات دي مؤكدة بنسبة كبيرة جدا، ورامز جلال حاليا بيصور حلقاته هناك. ورامز جلال كمان قرر ان هو يعمل فكره واحده مش فكرتين زي برنامج رامز نيفر اند، وعشان كده حرفيا رجع بتقله. ورامز جلال لما غاب عن حفل جوي اوورد غاب عشان ما يبانش اللوك بتاعه للناس او يظهر مشغول جدا بتصوير الحلقات. وكان في مسرحيه من المفترض كان يعملها في الرياض، ولكن اتقال بعد فتره ان المسرحيه اتاجلت، واكتشفنا ان المسرحيه دي كانت مجرد كوبري عشان يستدرج النجوم وما يحسوش باي قلق. وده كان بالنسبه للنجوم العرب والمصريين عامه. بالنسبه للنجوم الاجانب كانوا مش هيفهموا مسرحيه رامز، ولكن كان لازم يكون في حدث تاني قوي زي الجي اوورد اللي رامز جلال جاب فيه 3 أو 4 نجوم عالميين، واللي كانوا في نهاية تصوير اخر حلقات البرنامج. وحاليا كمان بنسمع كلام كتير جدا بخصوص الضحايا اللي رامز جلال بيختارهم بعناية شديدة، واللي فيه كلام على ان هنا الزاهد وقعت ضحية في برنامج رامز جلال الجديد، ورامز استغل ان هو يجيبها بعد طلاقها مباشرة من احمد فهمي. وكمان رامز جلال بيتكلم وطالب بالاسم مغني المهرجانات عصام صاصا. ده اسم غريب بالنسبة لك، بس فعليا رامز بيتفاوض على انه يجيب عصام صاصا، ومعاهم كمان محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، ومحمد مجدي قفشه. الاتنين دول واحتماليه وجود كمان معاهم حسين الشحات هيكونوا موجودين في برنامج رامز جلال. هنيجي نتكلم عن موقع تصوير البرنامج مره تانية عشان نتوقع الفكره مع بعض. طبعا العلا دي عباره عن صحراء، ولكن فيها بالتحديد المكان اللي قدامك دلوقتي ده هو اللي هيعمل فيه رامز جلال المقلب. نتوقع ان الضيف هيجي على اساس ان هو هيعمل دعايه للمدينه، وانها مدينه اساسا سياحيه، وزمان في المدينه دي كانوا بينحتوا البيوت بتاعتهم في الهيكل الجبلي وكان بيعيشوا فيه. ومن جوه البيوت اللي قدامك دي متقسمه وفي اوض وكل حاجه. واحتماليه ان رامز جلال يكون هيعمل المقلب على شكل الطراز القديم، والصوره دي اللي انت شايفها دلوقتي هي اللي هيكون فيها المقلب. بس تفاصيل المقلب هنتكلم عليها في فيديو تاني لوحده، وهنكمل حرق البرنامج. ورامز جلال بدأ تصويره من قبل شهر واحد، لان في شهر 12 كانوا بيتكلموا عن فكره البرنامج وفي احتماليه وجود حيوانات مفترسه في البرنامج. الخبر مش مؤكد بنسبه كبيره، ولكن احتماليه نحطها في التوقعات. وفي صوره متسربه مش هنزلها، ولكن هقول لك عن تفاصيل فيها ممكن ان هي تكون تخص رامز جلال. والصوره دي كان ظاهر فيها ان رامز جلال من المفترض ان هو يعمل المقلب على الطراز القديم، لان كان موجود في الصوره ناس ولابسين دروع وحاجات شبه دي، وبنقول ان ممكن فعلا يعمل مقلب على الطراز القديم، لان اختياره مدينه العلا اللي موجود فيها زي ما قلت لك جبال ومنحوت فيها بيوت. يعني المقلب هيحصل في خلال البيوت اللي موجوده في الصحراء بتاعت العلا، واحتمال ان الضيف اللي يجي هيعمل حفله سياحيه او افتتاح مكان في المدينه دي. ولكن زي ما قلت لك ان بنسبه 100% البرنامج في مدينة العلا في السعودية. وكل المعلومات اللي قلتها لك دي بشكل حصري على قناة رمضان يجمعنا وميكينج. واستنوا في الفترة اللي جاية لو الفيديو ده جاب نسبة كويسة هنعمل حلقة ونكمل حلقة في البرنامج. وكمان عايز اقول لكم ان رامز جلال في اختيار الضحايا حرفيا السنة دي عكس اي سنة هيجيب ضيوف جديدة وضيوف على اعلى مستوى. يعني مثلا في برنامج رامز نيفر اند جاب عدد كبير جدا من النجوم زي محمد رمضان واحمد السقا، وكمان معاهم عدد كبير جدا من النجوم. لا ده في برنامجه الجديد هيقدم لنا برنامج اتقل واتقل بضيوف احسن من اللي فاتوا. يعني رامز جلال حرفيا اختفائه ده ما كانش من شويه، لا ده هو بيحضر لنا برنامج قوي جدا للمشاركه بيه في رمضان 2024. ولا صح الكلام اللي بيقول ان رامز جلال مش هيكون موجود معانا، لا رسميا وبنسبه 100% رامز جلال موجود معانا ببرنامج جديد، وانتاجه هيكون في السعوديه وتصويره في السعوديه في مدينه العلا. اما عن اسم برنامج رامز جلال فاسم برنامج رامز جلال لحد الان ما نعرفش اسم برنامجه ايه، ولكن اسم برنامج رامز جلال هيكون اسم قوي جدا وهيكون
مختلف فصعب تتوقعه، فكل اللي عليك انك تتابع التشانل في الفتره اللي جايه عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لك لحد عندك. وكده عرفنا ان رامز جلال بيصور البرنامج بتاعه في دوله السعوديه وبالتحديد في العلا، وان العلا اللي هيصور فيها، فاختيار العلا ده رامز جلال كان محتار ما بين اماكن كتيره جدا، ولكن استقر على العلا وبيصور في البرنامج تقريبا من بعد شهر 12 ولحد الان بيصور. وعلى الضيوف اللي جايين في البرنامج فهيكونوا ضيوف تقال جدا، لان رامز جلال حاول ان هو يرجع ببرنامج قوي، وغير كده مش هيعمل البرنامج ده بفكرتين زي برنامج رامز نيفر اند، ولكن هيعمله بفكره واحده، لان رامز نيفر اند ما عجبش رامز وحب ان هو يعمل حاجه مختلفه في رمضان 2024، فهيعمل البرنامج الجديد بتاعه من فكره واحده مش من فكرتين. طبعا بعد نجاح برنامج رامز نيفر اند رامز جلال ما استكفاش بالنجاح ده، لا هو حب يعلي اكتر وهيعمل برنامج عظمه اكتر. وكمان في كلام على ان كريستيانو رونالدو هيكون موجود في برنامج رامز جلال الجديد، ده حسب الصحف اللي منزله الكلام ده، مش كلامه، ولكن المعلومات اللي قلتها لك بخصوص الدوله وبخصوص برنامج رامز جلال بشكل حصري عندنا هنا في القناه. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وعايز اقول لكم تنويه برضو بخصوص برنامج رامز نيفر اند، مفيش اجزاء تانية للبرنامج ورامز راجع ببرنامج جديد. وحلقه النهارده ولحد كده وتكون خلصت. انزل دلوقتي في الكومنتات وقول لي عايز الفيديو الجاي عن ايه ورايك في حلقه النهارده، واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لك لحد عندك. واتمنى يا رب ان المعلومات اللي كنت قدمتها لك النهارده في الفيديو تكون استفدت من الفيديو، فلو استفدت بجد سيب لي كومنت تحت وقول لي عايز نكمل في السلسله دي ونحرق باقي الاخبار عن برنامج رامز جلال ولا لا. كان معاكم اداء فويس اوفر مصطفى صبري من قناه رمضان يجمعنا. اشوفكم الحلقه اللي جايه بكره باذن الله على نفس القناه، قناه رمضان يجمعنا الساعه 8 بالليل، ويلا السلام عليكم.